في اخر مباراة مع غزل المحلة اللي دايما بيكون معاصلك مع النادي الاهلي في مبارياته وبيكون ند للنادي الاهلي في مبارياته. امبارح الامر كان متغير جدا. وصول النادي الاهلي لاكتر من مره وضياع اهداف كتير قوي مع الفوز باريحيه 2-0 بيقول ثلاث حاجات: فكر وذكاء كولر، اصرار اللعيبه على الاداء القوي، الانقضاض على الخصم بقوه غير مسبوقه من فتره بعيده قوي. الاهلي ما كانش بيلعب بالطريقه دي، خلت الاهلي يلعب باريحيه، وده الفضل لربنا طبعا والكولر وذكاء كولر واللعيبه اللي موجودين في الملعب اللي ما نقدرش نطلع منهم نجم في المباراه. كلهم كانوا نجوم، حتى مجدي قفشه وحسين الشحات وشادي حسين لما نزلوا أدوا بشكل كويس جدا وكان لهم دور كبير جدا. وشايفين ان النادي الاهلي السنه دي لا، ما حدش، ده طبعا بتوفيق من ربنا، ما حدش يقدر يقف قصاد النادي الاهلي. النادي الاهلي مصمم على الدوري ومصمم على الكاس ومصمم على بطوله افريقيا، لان عنده اللعيبه اللي تاهلوا ان يكون ند قوي لاي فرقه ممكن تواجهه، سواء افريقيا او في محليا. فمفيش خوف على النادي الاهلي. النادي الاهلي انجازاته كتير. النادي الاهلي بيقدر يخطف اي مباراة، ولكن لا، كولر عمل حالة في النادي الاهلي، كولر عمل شكل كويس جدا في النادي الاهلي، كولر عمل توليفة جميلة وعظيمة وخطيرة في النادي الاهلي، وان شاء الله القادم افضل. شكرا.